ازيكم يا نصور، اخباركم ايه؟ النهارده ان شاء الله هشرح البوتات اللي محدش اصلا بيطلع يشرحها، عشان بوتات سهله جدا، مش بتعتمد على شغل خالص، بتعتمد انك بتفتحها وبتركنها شبه دوجز كده. في بوتات كتيره جدا منها، وانا النهارده هطلع اركز على اقوى 3 بالنسبه لي. وطبعا في بوتات كتيره جدا برضه بننزلها على التليجرام، لكن في اللي تستاهل تتكلم عنها في اليوتيوب، في ما تستاهلش ان انت تتكلم عنها اساسا عشان ممكن تطلع سكام. فاذا كانت طلعت سكام او ما طلعتش سكام، انت كده كده اصلا بتفتحها وبتركنها، يعني مش بتشتغل عليها ولا بتتعب عليها عشان في الاخر ما تزعلش مثلا عشان طلع سكام ولا حاجه. بس البوت اللي انا هشرحه اخر فيديو هو بوت مميز جدا، وهقول لكم ليه برضه في الفيديو، وهيعجبكم جدا البوت الاخير دون. بس قبل ما نبدا الفيديو ما ننساش نصلي على النبي وتنورني في جروب التليجرام عشان بينزل على اخر اخبار اول باول قبل اليوتيوب كمان، وبينزل برضه على البوتات اللي احنا اصلا مش بنطلع نشرحها في اليوتيوب. فالجروب ده مهم جدا، لازم تكون منضم فيه. طبعا جروب الشات بكون متواجد فيه شخصيا، لو عندك اي مشاكل خش واحاول احلها لك باذن الله اذا كان انا والادمن الموجودين. طبعا لايك وسبسكرايب هنا في اليوتيوب بيدعمنا في صناعه المحتوى وبيخليه يظهر بالكواليتي اللي انت شايفها دلوقتي. والنهارده ان شاء الله هتكلم عن اقوى البوتات المجهوله في الوقت الحالي. اول بوت معانا هو بوت راتس كينجدوم او مملكه الفئران. البوت زي ما انتم شايفين كده بيستخدموا 5 مليون مستخدم، ولو فتحنا البوت كده البوت شبه دوجز بالظبط، نسخه طبق الاصل منه. وطبعا انا مطلعه في شرح النهارده لان شرح النهارده يقوم على البوتات اللي انت بتفتحها وبتركنها، يعني بتفتحها مره واحده بس وما عادش بتخشها تاني غير وقت الادراج. ولو دخلت مثلا بتخش مثلا كل اسبوع مره لو في مهمات جديده بتعملها وخلاص. عندك في البوت دخلت الهوم اللي تحت على الشمال دي بيبقى فيها كل المهمات اللي انت المفروض تعملها. انا على سبيل المثال مخلص كل المهمات. طبعا لو في مهمات ما عملتهاش عادي، شويه مثلا دعوه الاصدقاء لو انت مثلا ما عندكش اصدقاء، المهمه مثلا بتاعت الجرام بريميوم اللي انا ذات نفسي مش عاملها اللي هتديك برضه 400 نقطه، فمش لازم برضه تعمل كل المهمات. طبعا خانه الليدر بورد دي انا مصنف فيها 85، دي انا بتقول لك برضه تصنيفك كام في البوت، لكن برضه مالكش علاقه بيها. وخانه الفريند دي بتقول لك الاصدقاء اللي انت دعوتهم، لو عايز تعمل دعوه صديق هتدوس على كلمه انفايت فريند وهتدوس على الكوبي انفايت او شير انفايت وبس كده. ده البوت باختصار، نسخه طبق الاصل من دوجز. ولو حبيت تربط محفظتك هتدوس على كلمه كونكت والت اللي فوق دي وتختار اي محفظه انت عايزها. فده بالنسبه لاول بوت وهو بوت راتس. تاني بوت معانا هو بوت ايجل او النسور. طبعا انا مدخل البوت ده معانا النهارده عشان واسطه، عشان نفس اسم القناه. لا بهزر يا جماعه، البوت لسه طالع ما كملش بالظبط اسبوع ودخل فيه حوالي 300,000 شخص، وده معناه ان خلال شهر واحد هيعدي راتس بكتير، وده اللي خلاني ادخله في مشاريع القناه. امبارح او اول امبارح كان لسه 100,000 والوقت 300,000، وعقبال ما انزل الفيديو ممكن يخش في 350,000 ولا حاجه. فالبوت ده شكله هيبقى من البوتات الناجحه، وبرضه من البوتات اللي انت تفتحها وتركنها، مش معتمد على اي حاجه تانيه يعني. ولو فتحنا البوت نفس راتس ونفس الدوجز بالظبط. طبعا هنا بيحسب برضه عمله التليجرام، انا طبعا كنت فاتحه قبل كده، يمكن بس معلق عندي ولا حاجه. زي ما انتم شايفين معايا 351,000 عمله، وبرضه نفس بوت دوجز وبوت راتس. هتنزل تحت هتلاقي عندك مهمات كتيره جدا تعملها، واللي ما عرفتش تعمله برضه خلاص اركنه. وخانه الليدر بورد دي بتقول لك تصنيفك. انا مثلا دلوقتي تصنيفي ال 30 على البوت يعني. طبعا احنا مالناش دعوه اصلا بخانه التصنيف دي، مالهاش اي 30 لازمه يعني. وخانه الفريند برضه نفس كل حاجه، بتقول لك عدد الاصدقاء اللي انت دعوتهم، ولو عايز تعمل دعوه لصديقك بدوس على كلمه انفايت فريند وكوبي انفايت او شير انفايت. اظن نفس كل حاجه مفيش اختلاف نهائي. وبرضه عشان تربط محفظتك هتدوس على كلمه كونكت والت اللي فوق النسر دي ويقول لك اختار اللي انت عايز تربط بيه. وطبعا اللي خلاني برضه اطلع البوت دون، اللي بوت من البوتات اللي بتحسب عندك عمله التليجرام وبتفتحها تخلص المهمات وبتركنها. واخر بوت معانا هو بوت كابيبارا. طبعا البوت ده غني عن التعريف عشان في مميزات غير المميزات اللي انت بتفتحها وبتركنها، اللي بتخليك تكسب عمله التون وتقدر تسحبها كمان. وانا ذات نفسي سحبت من البوت دون 3 مرات او 4 مرات مش فاكر، هوريكم دلوقتي جوه البوت. والبوت زي ما انتم شايفين كده عدد المستخدمين بتوعه 3 مليون و200 الف تقريبا، يعني بوت كبير. وبرضه بوت بالبوتات اللي انت بتفتحها وبتركنها، لكن زي ما قلت لكم في حته اللي انت ممكن تكسب عمله التون وتسحبها، لكن برضه مش مهمه عشان ما حدش يقول لي ده اعتماد البوت وكده يعني. اول ما تفتح البوت هيكون معاك بالمنظر دون. ده طبعا بعد ما يحسب عندك عمله تليجرام والكلام دون. ولو نزلنا لتحت شويه هتلاقي هنا حساب لي عمله تليجرام وادينا 5000 عمله، وهنا على الاكتيفيتي ليفل ادينا 1500، وعلى اللاك ادينا 85، والاصدقاء ادينا 13,000، والارشيفمنت ادينا 500، والايرن ادينا 26,000. يعني خلاص الكلام المليل ده كلها ان الخانه بتاعت الايرن هي اهم حاجه، هي اللي بتعمل منها التاسكات. اول ما تفتح خانه الايرن هتلاقي عندك حاجه اسمها تشيك ان، هتدوس عليها زي ما انتم شايفين. بعد ما دوست عليها ادينا 500 عمله. اللي تشيك ان دي كل يوم بيديك 500 عمله، فانت هتعمل زي كده، هتخش وتدوس على كلمه تشيك ان وخلاص على كده. طبعا زي ما انتم شايفين في مهمات كتير جدا هنا انا مخلصها. انضم القناه، خش البوت، اعمل ريتويت على تويتر، حاجات سهله جدا يعني. خليني مثلا المهمه اللي فوق دي اعملها معاكم اللي هي بروموت كابي اون تويتر. هدوس على كلمه جو وارجع تاني، هتلاقي عمال يحمل، بعدها تدوس على كلمه كليم. يعني اظن اسهل من كده مفيش، واظن اسهل من كده حرفيا مفيش. وبرضه بتخلص مهمتك وقف البوت بعد كده. الشرح الجاي بقى للبوت دول للناس اللي عندهم احالات او تقدر تدخل اصدقاء. البوت اعتماده انك بتفتحها وتركنها لحين وقت الادراج، عشان ما حدش يقول ان البوت ده بيعتمد على حالات. لا، البوت مش بيعتمد على حالات، اللي بيعتمد على حالات في حته ثانيه خالص، ملهاش علاقه بالادراج بتاع البوت نهائي يعني. الخانه اللي على اليمين دي اللي اسمها اتشيفمنت، زي ما انتم شايفين كده بيقول لك لو عملت دعوه لصديق هتاخد 500 عمله، لو عملت 3 اصدقاء تاخد 1000. طبعا عملت 3 اصدقاء فهدوس على 1000، عمل لي عليها صح. ولو ضغطت 10 اصدقاء هيديك 4500. انا اصلا عملت دعوه ل 10 اصدقاء فهدوس عليها وتعمل عليها علامه الصح. هنا بيقول لك لو عملت دعوه ل 30 صديق هنديك 9000 عمله. انا فعلا عملت دعوه ل 30 صديق
هتدوس عليها، وانا بقول لك لو عملت دعوه ل 60 صديق هيديك 15000 عمله. الاغلبيه طبعا ما كملش ال 60 صديق عشان البوت اساسا لسه منزله امبارح. دي بالنسبه لاول حاجه. طب تاني حاجه بتكسب فلوس ايه هي؟ لو رجعت لخانه الهوم ودوس على كلمه ديلي سبين اللي جنب كلمه ديلي بوست، وهدوس على كلمه اوبن كاردز، هنا اداني 0.016 طن، وهنا اداني 0.04 طن، وهنا اداني لفتين. لما بتضغط على السبين اللي في النص دي هتلاقيه بيلف معاك وبيقعد بقى يجمع لك في تون. تاني لفه اداني هنا 4 دورات كمان، هنا اداني تون، وهنا اداني تون، وهنا اداني تون، وهنا اداني 3 سبينات او 3 دورات كمان. طبعا دلوقتي انا جمعت 0.04 طن، ولو حبيت اسحبهم هيقول لي لازم تجمع 10 جواهر. الجواهر برضو بتجيبها من عجله الحظ. هدوس على كلمه سبين، اول جايزه طلعت جوهره، تاني سبين طلعت جوهرتين، تالت سبين طلعت جوهره. كده لسه 6 جواهر عشان اقدر اسحب ال 0.04 طن. هتجيبهم منين؟ لازم تعمل دعوه للاصدقاء عشان تقدر تجيبهم، ودي بالنسبه للناس اللي عندهم رحلات. طب هل انا سحبت من البوت؟ طبعا سحبت من البوت، سحبت منه اول مبلغ كان اعلى من كده بكتير، وهوريك برضو اثبات السحب دلوقتي. زي ما انتم شايفين انا سحبت البوت 4 مرات. اول سحبه كانت 0.2 طن، يعني حوالي دولار تقريبا او دولار وربع. تاني سحبه كانت 0.02، وتالت سحبه كانت 0.02، ورابع سحبه كانت 0.02. يعني البوت بيسحب عادي. يعني بالنسبه لاخواتنا في سوريا او اي دوله محظوره، يقدر لو عمل احالات يسحب رسوم التون بتاعته عشان هم اصلا مش بيقدروا يشتروها. ربنا يعينهم ويفكوا كربهم. فانا والله مش شارح البوت عشان احالات، انا شارحه عشان البوت ده اصلا هيندرج قريب. فالجزء التاني من الفيديو ده لاخواتنا اللي في سوريا او الدول المحظوره. بس كده يا رب الفيديو يكون عجبك، ولو عندك اي مشكله تنورني في جروب التليجرام هساعدك باذن الله. وهتلاقي يا جماعه روابط البوتات دي تحت في الديسكربشن، وهتلاقي برضه روابط قنواتنا في التليجرام تحت في الديسكربشن. اشوفكم على خير الفيديو القادم.